وما زال دعاة التسامح ينادون وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم بأشد الرسومات المسيئة لعرضه صلى الله عليه وسلم. وما زال دعاة التسامح ينادون بالعفو وبالتسامح. والله قد نعفو عن كل شيء في الحياة، والله قد نتسامح بكل شيء في الحياة إلا عن عرض رسول الله، إلا عن عرض وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدونها الأرواح، دون عرض النبي الأرواح والرقاب والأنفس تدود عن حياضه صلى الله عليه وسلم. يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم إلى سعد بن الربيع أحي هو أم مع الأموات؟ فذهب بعض الصحابة يبحث عن سعد بن الربيع فوجده مدرجا بالدماء. قال: يا سعد بن الربيع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثني إليك، أنظر أحي أنت أم مع الأموات؟ فقال سعد رضي الله عنه: أقرئ السلام مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها الحبيب، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عذر لكم اليوم عند الله إن خلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاضت روحه إلى بارئها. بل يا أحباب، اسمعوا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا صنع أصحاب رسول الله بمن أراد أن يتعرض لعرضه صلى الله عليه وسلم. نحن أحبتي نسرد هذه القصص في زمان الجبن، في زمان نقول فيه: يا رسول الله عذرا، كنا والله نود أن نفديك بالدماء، كنا نود أن نفديك بالأرواح، لكن الجبن ينخر أجسادنا، والأرادل من حكامنا يحكمون. أحبتي، مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول، فغطى عبد الله بن أبي بن سلول أنفه بعمامته، ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب عنا فلقد آذانا نتن حمارك. فقال يومها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة، قال: والله إن نتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. والله إن نتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب منك. بل اسمع أيها الحبيب، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل أعمى له زوجة وعنده أولاد، وكانت تحسن التعامل معه، أي أنها كانت لطيفة في التعامل معه، إلا أنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فذات ليلة سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، فتحسس هذا الرجل الأعمى المكان فوجد سكينا فطعنها فماتت. فأصبح الناس يقولون: امرأة ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتلها فليقم. فقام الرجل قال: لما فعلت؟ قال النبي له: لما فعلت؟ قال: يا رسول الله، لقد كانت أم عيالي زوجتي ولي منها أبناء، إلا أنها كانت يا رسول الله تشتمك وتسبك ليلا ونهارا، وكنت أنهاها فلا تنتهي، إلا أنها هذه الليلة سبتك طويلا وكثيرا، فنهيتها فلم تنتهي، فقمت لها فطعنتها فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا دعاة التسامح مع من آذوا رسول الله، اشهدوا أن دمها هدر. بل يا أحباب، إن رجل
اسمه ابن خطل. وقبل أن نذكر هذه القصة اسمعوا إلى أنس رضي الله عنه الذي يخبر عن رجل نصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أسلم وكان من كتاب الوحي، أي أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذهب لليهود فارتد عن الدين فصار يسب النبي وصار يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصنع به آية، اللهم اصنع به آية. وها نحن في هذا الزمان ننادي ونقول يا رب أرنا آيتك في من آذوا رسول الله، يا رب أرنا بأعيننا واشف صدور قوم مؤمنين من الذين رسموا رسول الله، من الذين آذوا رسول الله، من الذين تعرضوا لعرض ولشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اللهم اصنع به آية. فيا أيها الأحباب ما إن لبث حتى مات هذا الرجل، فأخذوه ليدفنوه فإذا بالصباح الأرض قد لفظته، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فعمقوا له حفرة أخرى فدفنوه. فجاء الصباح فإذا بالأرض تلفظ هذا الرجل، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. فجاءوا ثالثة فعمقوا له في الأرض كثيرا فدفنوه. فجاء الصباح فلفظته الأرض فقالوا هذا ليس والله بفعل بشر، هذا ليس بفعل بشر. فيا أيها الأحباب تركوه على الأرض، فصارت الكلاب أعزكم الله تأتي فتفتح رجليها على وجهه فتبول على وجهه. فصارت الكلاب تأتي تفتح رجليها على وجهه فتبول على وجهه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. هذا جزاء من ينتقص من رسول الله، هذا جزاء من يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابن خطل. هذا الرجل أيها الأحباب كان له جاريتين، وكان يأمرهما أن تسبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد الأشعار وهو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، اسمعوا أيها الأحباب، هذا رسول الله لا مزاح ولا تهاون في قضيته. كل القضايا قد نتهاون فيها، كل القضايا قد نتنازل عن بعضها، إلا قضيته صلى الله عليه وسلم. فلتسمع ذلك فرنسا، وليسمع ذلك دعاة التسامح. إلا رسول الله دونه الدماء ودونه الأرواح. أيقول أمتي أمتي يوم القيامة، ونقف اليوم لنقول الواحد منا نفسي نفسي؟ أيقول يوم القيامة أمتي أمتي، واليوم نقف ليقول الواحد منا نفسي نفسي؟ والله لا بارك الله فينا، لا بارك الله فينا إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا. قل للذي شتم الرسول محمدا، قل للذي شتم الرسول محمدا ستنال منك أسنة ورماح. قل للذي شتم الرسول محمدا ستنال منك أسنة ورماح، وتداس بالأقدام بلا هوادة، وتزال منك خوادم وجناح. والله كل من تعرض لرسول الله سيداس بالأقدام دون هوادة، وتزال منه خوادم وتيجان. أحبتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقال يومها من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. وإذا بابن خطل يذهب إلى أسوار الكعبة فيتمسك ويحتمي بأسوار الكعبة، يتعلق بأسوار الكعبة. فقالوا يا رسول الله إن ابن خطل الذي كان يسبك ويشتمك متعلق بأسوار الكعبة، متعلق بأسوار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اذهبوا فاقتلوه. أيها الحبيب، متعلق بأسوار الكعبة، لكن سب النبي لا مزاح فيه، لكن شتم النبي لا هوادة فيه. قال النبي وهو متعلق بأسوار الكعبة، قال اذهبوا فاقتلوه. وهذا جزاء كل من يتطاول عن رسول الله. وأبشركم أيها الأحباب، أبشركم أيها الأحباب أن فرنسا في زماننا هذا رغم العلم ورغم الحزن لابد أن نقول لها شكرا. لماذا نقول لها شكرا؟ لأنها وحدت الذاكر والغافل، لأنها جمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصالح فيها والطالح. أما رأيتم الشباب؟ أما رأيتم حتى غير الملتزمين؟ أما رأيتم الناس على قلب رجل واحد ينادون نحن فداك يا رسول الله، حتى يعلم العالم بأسره. وتعلم فرنسا الماكرة، تعلم فرنسا الماكرة ويعلم أذناب البقر أن هذه الأمة تمرض ولا تموت، أن هذه الأمة تمرض ولا تموت، وأننا جيش تعداده 1.5 مليار مستعد على أن يجهز جيشا دفاعا عن رسول الله. ولا هوادة في ذلك ولا مزاح في ذلك. يا فرنسا، يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب. يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا أيها الأحباب، يا أيها الكرام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرته، وهذا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لا تترددوا أن تفدوه، قاطعوا منتجاتهم حتى يعلموا أن هذه الروح تذهب فداء لرسول الله. قاطعوهم، خسروا وأخسروا كل اقتصادهم حتى يعلم ذلك الذنب، ذلك الماكر مكرون أنه أساء لرسول الله، لكنه لم يعلم تلك العواقب بعدها، أننا أطفالا ورجالا وشيوخا ونساء جاهزون بأرواحنا ودمائنا لنفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.